السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. النهاردة إن شاء الله هعمل التوابل بتاعة تتبيلة البطاطس. التوابل كتير بتبقى موجودة في البيت، ولما أجي بحط التوابل على أي وجبة غذائية مش بحتاج نوع واحد بس من التوابل، بحط نوعين 3 أحيانا 4 أحيانا 5. فبجيب العلب واقعد كل شوية افتح العلب واخد من دي نص معلقة نص معلقة نص معلقة. بتستهلك في الوقت وبتستهلك في البهارات. فالنهاردة ان شاء الله قلت هعمل مكونات البهارات مجمعة لبعض الاصناف، طبعا لتسهيل لي لتسهل عليا ان انا لما اجي اعمل اي صنف اعمله بسرعة، واخد علبة تكون مجمعة فيها البهارات اخد منها على طول واحطه على الوجبة. مثال للتوابل اللي انا بحطها دلوقتي. احنا اكتر حاجة بنستعملها في البيت وجبات على طول بنعملها للاولاد اللي هي البطاطس، اذا كانت بطاطس محمرة بيوريه اي نوع من انواع البطاطس. فاحنا ما بنحطش نوع واحد بس من التوابل، فبنحط فيها التوابل اللي هي الفلفل الاسمر والكمون والبابريكا. في بابريكا عادية وفي بابريكا مدخنة اللي انا بحط عليها شوية فحم وبدخنها، فهي دي البابريكا المدخنة. وكنت عملت فيديو قبل كده على البابريكا المدخنة. فبدل ما اقعد افك 3 انواع من البهارات واجمعهم كل شوية اخد نص معلقة نص معلقة، استهلك في الوقت واستهلك في البهارات، لا، انا هجمع ال3 دول مع بعض. ولما اجي اخد جزء من التوابل للبطاطس باخد نص معلقة او معلقة بالكتير. فانا عندي البهارات ال3 اهوت، باخد معلقة مليانة من البابريكا، معلقة مليانة من الفلفل الاسمر، ومعلقة مليانة من الكمون. بمزجهم مع بعض بالشكل ده كده. التتبيلة بتاعة البطاطس جاهزة. لما اجي اعمل البطاطس باخد لا اما نص معلقة، لو كمية كبيرة باخد معلقة بالكتير. يبقى كده انا وفرت في الوقت ووفرت كمان في كمية التوابل اللي انا خدتها. وكده كونت التتبيلة بتاع البطاطس، وكده طبعا اوفر واسرع في الوقت والمجهود. وكده اكون انتهيت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.